تحب تاكل؟ تعال العب. لعد إن ما سوينا الخبز والسيرك وخلينا الإمبراطورية الرومانية يمشون بيه ويعبرون بيه سيطرات، غير حتى نحول همومك لقام ومطالبك لوج حتى تنسى الهم. بعد عندك هموم لوج جديدة من مستوى عالي بالدولة العظيمة روما. ليش كل الطرق تؤدي إلها؟ لأن بيبانها مشرعة وياهو اللي يجيهم يطب بنص خواتهم. دولة مفتوحة من كل الاتجاهات، ماشية بالقدرة، حكامها مركزين بقروشهم وعروشهم، فاللي يريد يحكمها شراد له. أكيد حكمة غير؟ أقول لك لا يا صديقي صاحب المستوى العالي، اللي يريد يحكم هيج دولة يراد له مزاج، حاكم ما بو كيف، مزحج مال ونسة. وهذا كان أغسطس، أول إمبراطور روماني، جابها من قبل الميلاد وطب التاريخ الميلادي، مشى بوصية خاله يوليوس قيصر من قال وهو على بلاط الموت: ما وصيك بالشعب أغسطس، هذول أمانة عندك. يعني إبليسهم كذب عليهم، هذول مال أكل ولعب. قال له اتوكل خالو، العالم الآخر بانتظارك. منو كان قاعد يسوي روحه يحب الميت ولاطش يمه الشاعر الروماني جوفينال، فقال بينه وبين نفسه: أعطي الناس ما يحتاجون، أعطيهم خبزا وسركا. سمعوا القاعدين يدردم، هو حس سمعه صاحب صوت عالي: يا أبويا يا قيصر، وشمر روحه على فراشه وبشلوقي. بس شنو اللي يخلي جوفينال يقول أعطي الناس ما يحتاجون إليه، أعطهم خبزا وسركا؟ هذا الشاعر عباله مربى قرود، يلا ولو هي الحكومات عندها الناس قرود. اللي خلاه يقول هيك هو انتقاد أسلوب الحكم المعتمد على إلهاء الناس بعيدا عن مشاكلهم الحقيقية. طبعا كل ما أتذكر إلهاء أغسطس واعتماده على الخبز والسيرك أتذكر ابن عم أبويا يوفينال، اسم مال ثلاجة، كنا نصنف عليه ونصيح له الإلهائي، لأن كل ما يشوفنا نسوي شيء يقول لنا هذا إلهاء، أنتوا تلهون. كنت أحشش عليه وأقول له عمو تلهون وتجون بالسلامة. كان يوصف الخبز والسيرك بتكتيك لإلهاء الشعب عن المشاركة السياسية الحقيقية. راد يشلفنا بوقتها من وراء الحصة التموينية، هاي المعزوفة، ويا كل حصة نستلمها هو يقول هذه الحصة صارت رمز لانحدار القيم الجمهورية وتحول روما إلى نظام استبدادي. عمو بس احنا مو بروما. يقوم يصيح يقول كافي تسطيح، طلعتونا من طورنا. فأغسطس أسس نظام الخبز والسيرك بشكل ممنهج ومنظم، وعزز فكرة الترفيه الجماهيري وتنظيم عروض المصارعة والمهرجانات والسباقات بشكل منتظم ودائم. شلون الجماعة مدوا البساط الأحمر وجابوا لك شاكاتهن واصلة للكلى، وياها نظم توزيع الحبوب مثل الطحين والتمة السلة الغذائية، وتتوزع بشكل شهري وباسلوب مؤسسة، وابو الحصة كذائيات بعد برامج دولة. هسه تقول لي يا صاحب المستوى العالي العادة احنا شريد أكل ونوم. أقول لك هدفه كان ضمان ولاء الشعب، ده خلينا نايمين معودة وذا يابا، يريد يضمن ولاءك للعائلة الإمبراطورية بعد انتهاء عصر الجمهورية. يلا المهم نوم، المهم راحة، شعرة من جلد خنزير. بس يا صديقي نظرية الخبز والسيرك بالإمبراطورية الرومانية حولت هموم الناس لقم واحتياجاتهم احتفالات حتى يشبعون عيونهم. بس اكو اشياء ثانية، يعني انت شبعان بس ما عندك نظام صحي، شبعان بس ما عندك امان، شبعان بس عايش بالحر، مو كل شيء اكل، اكو تفاوت اقتصادي، فساد سياسي. هذني كان يختن بست توزيع الحبوب المجانية اول عليها تخفيض لك، لو بالسيرك وعروض المصارعين، سباق العربات والصراع مال جلاديترز. هذه العروض تظهر قوة الامبراطور وسخاءه، تشغل الجماهير عن المشاكل اليومية، تعزز الهوية الرومانية من خلال طقوس جماعية، تصرف الدولة هواي فلوس عليها، بالذات احتفالات مثل ديونيسيا، احتفالات إله الخمر ديونيسيوس اللي ضمنت مسرحيات ومواكب وولائم. هسه تقول الدولة شنو غايتها؟ ليش إلا الخبز والسيرك؟ الدولة شو تريد تقول؟ أقول لك يا صديقي الدولة تريد تقول إحنا أثرياء وأقوياء، هذا المعلن، بس المخفي تريد تخلي الناس قرود، لازم تلعب حتى تاكل. فشوف جماعتهم منظوماتهم دائما يقمزون. وهم تريد الدولة
بس خلي الاحتفالات شيء عادي ومو غريب، يعني صار شرعي، حلال فلوس الشعب تنصرف بالاحتفالات، وهذا الترفيه صار أداة لامتصاص الغضب الشعبي بدل ما يعالج الأسباب الجذرية للمشاكل. عندك مشكلة بالزراعة، سوي حفلة. عندك خلل بالصحة، قوم شوف الثور. الرئيس؟ لا، المسابقة بها ثور غير الرئيس. ايه، ثور ومقاتلين، وهيك انحلت مشكلة الصحة بنظر الدولة. يستخدمون الرياضة والفعاليات الوطنية، يعززون وحدة الشعب، اخوان والاحتجاجات نسكتها بالدعم المالي والمنح، وماكو اي شكل لحل المشكلة من الجذر. والاعلام الترفيهي وسيلة نلهي بها الناس عن القضايا السياسية، كلها اساليب تخليك تقول على الشراء الولاءات والانتخابات الحرة شنو مصيرهن اذا الاقل منهن بداخلهن كل هالضيم. اودعناكم.